السلام عليكم. انا عارفه ان مرض السكر اتكلمنا عنه كتير قوي، بس في نقطه لازم نقف عندها وهي القدم السكري. معاكم إيمان الجندي، استشاري تغذية علاجية، سمنة ونحافة ورياضيين، حوامل ومرضعات، أطفال وبالغين وكبار سن وذوي أمراض مزمنة. ناس كتير من مرضى السكر بيفتكروا ان رجليهم بعيدة عن الخطر، وان موضوع القدم السكري ده بعيد عنهم خالص. بس الحقيقة ان جرح بسيط ممكن يتطور ويصبح مشكلة كبيرة، وممكن توصل لبتر في وقت قصير قوي. علشان كده انا عاملة الفيديو ده رسالة من القلب، وعايزة اسألك سؤال بسيط. اخر مرة بصيت على رجلك كانت امتى حسيت بتنميل، ألم، جرح مش بيخف؟ رجلك غالية عليك، وحمايتها تبدأ بخطوة صغيرة. لو شايف الكلام ده مهم سيبلي تعليق حتى لو بكلمة، أو شير الفيديو لحد تعرفه، ممكن تكون سبب إنك تنقذ رجله. واستنوني في الفيديو الجاي إن شاء الله، هشرح إزاي تعتني برجلك خطوة بخطوة، من أول العناية اليومية لحد التغذية اللي تحمي الأعصاب والدورة الدموية. الكلام اللي جاي مهم جدا، أرجوكم ما تفوتوهوش. عافانا وعافاكم الله.